المدرب بيحاول يشيل اوزان تقيله عشان يبان انه جامد قدام البنت، بس ما بيعرفش، واول ما بيسيبها بيجي عامل النظافه وبيشيلها بايد واحده عشان ينظف تحتها. المدرب بيستغرب جدا وفي نفس الوقت بيتضايق منه، وبيلاقي البنت اللي هو كان معجب بيها معجبه هي بقوه عامل النظافه، وبيروح يتخانق معاه وبيقول له انت ازاي تكسفني قدامها، وبيقول له انا بس كنت بنظف تحتها، وبيقول له هنشوف مين اقوى، وبيلعبوا تيست والبنت بتبص عليهم، واول ما بيبداوا عامل النظافه بيكون اقوى منه وخلاص يكسبوا، بس المدرب بيخمه وبيضربه في رجله وبيكسب، وبيقول للبنت انا كسبت، بس البنت بتكون شايفه انه ضربه وعارفه انه كذاب، وبيقرر يعمل خطه عشان يخليه يطرد، وبيلبس لبسه وبيشوف البنت راحت تستحمى، وبيدخل الحمام وبيدخل قدام الستاره، والبنت بتشوف ان في حد واقف قدام الحمام وبتصرخ، والولد بيهرب، وبتخرج لصاحب الجيم وبتزعق وبتقول عامل النظافه كان بيبص عليا، وبيندى على عامل النظافه وبيقول له انت مطرود، وبيقول له بس انا ما دخلتش الحمام اصلا، والبنت بتقول مش كفايه لازم يتحبس، والمدرب بيقول لها مش لازم يتحبس نطرده وخلاص، وبتقول له لا، وبتتصل بالبوليس وبتقول له عايز ابلغ عن واحد، بس المدرب بيحس بالذنب وان الموضوع هيكبر، فبقول لها الصراحه انا اللي عملت كده، والبنت بتقول له ما انا عارفه بس حبيت اخليك تعترف بنفسك، وبتقول له عشان انت غبي ونسيت تقلع الكاوتش بتاعك، وصاحب الجيم بتطرده من الجيم وبيقول لها تعويضا ليكي اشتراكك لمده شهرين على حسابنا، وبيتاسف لعامل النظافه.